حبيبي على حاجتك. الكرتونة بالذات خلي بالك منها، بالله عليك ما تحط عليها حاجة يا ابو محمد. الكرتونه ديت فيها حاجات ب 20000 جنيه. ماشي، ما تحطش عليها حاجة بقى، خلي بالك من نفسك يا محمد. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما توصل بالسلامة طمني، معاك رصيد؟ طب يا حبيبي في رعاية الله يا رب. استودعتك ابني وقرة عيني يا رب، ماليش غيره يا رب. احفظهولي وحياة النبي حبيبك، احفظهولي وردهولي بالسلامة يا رب. تكفيك شر طريقك يا ابني، وتوسع رزقك وتسترها معاك منين ما تروح. ما توجعش قلبي عليها ابدا يا رب، وحياتك يا رب ما توجع قلبي على ولادي ابدا يا رب. ماليش غير هما من بعدك يا رب. احفظهولي وردهولي سالم غانم يا رب. ما توجعش قلبي عليه ابدا، ولا توجع قلب ام على ضناها يا رب. يا رب يا رب يا رب، انت سامع وعالم باللي جوايا يا رب. استودعتك الله يا ابني، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يخليكم ويبارك فيكم ويبارك في عمركم ويبارك لكم في اولادكم وفي مالكم وفي كل شيء، ويحفظكم ويحفظ ولادكم يا رب، اللهم امين. يا رب تحفظ ابني وتحفظ ولاد المسلمين وتحفظ ولاد كل العالم يا رب، اللهم امين. ما تضيعش تعب حد ابدا، ولا تحرق قلب ام على ضناها يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عاملين ايه يا جماعة؟ والله بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا يا رب، اللهم امين. الفيديو ده يا جماعة متصور امبارح، ما عدتش عارفة الايام ايه والله. النهاردة الاربع، امبارح كان التلات، ومتصور جزء منه امبارح الاربع قبل المغرب على طول، وجزء منه اللي هو بتاع سفر محمد ده متصور الساعة 3 الفجر، اللي هو ايه الاربع. يعني متصور جزء التلات وجزء الاربع. مبدئيا كده بداية يومي بالصلاة على الحبيب المصطفى. انتوا عارفين ان كان عندنا حالة وفاة، الله يرحمه الأستاذ علي ويسامحه ويوسع قبره يا رب، اللهم امين. ويجمعه بزوجته في الفردوس الأعلى وجنات النعيم يا رب، اللهم امين. هو وأبويا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب، اللهم امين. كنت امبارح عندي اوردر كتاكيت رايح بين المنصورة كده وبين المحل، فكان المفروض ان انا انزل كفر الشيخ اسلم الاوردر، وكان عندي شوية ورق عايزة اخلصهم. فلما جت حصلت حالة الوفاة قلت خلاص هخليني النهاردة عشان ابقى جنب البنات، وبعدها اللي هو الاربع النهاردة اتوكل على الله اروح. فالمهم وهم بينجبوا في الميكروفون على المتوفي الله يرحمه، قالوا لا عزاء للسيدات. طبعا في ميتة امهم الله يرحمها، الناس الحريم احنا في فلاحين، والفلاحين دول اهل واجب بصراحة. البلد بحالها لما بيبقى فيه حالة وفاة، البلد بحالها ستات ورجالة لازم بتحضر العزاء. ففي ميتة امهم البنات اتبهدلت جامد يعني. الراجل لما بيبقى في راجل في البيت بيتقبل عزا من الرجالة، ودولت طبعا بنات ولسه صغيرين وكده. فبصراحة بقى اللي تيجي تعيط واللي ما تعيطش واللي تقول لهم كلمة، فالبنات يا حبايبي بيغمى عليهم كتير قوي ومش متحملين، فهم يشكروا ندهوا وقالوا لا عزاء للسيدات. فانا قلت خلاص مادام ما فيش عزاء للسيدات، هروح اوصل الحاجة لاصحابها عشان محتاجة علف للطيور، واجيب ايه معايا علف للطيور، علشان إيه اصبح النهاردة بقى يكون العزا خف شوية، واروح انا اقعد مع البنات شوية ويعني ربنا يهديهم ويعوضهم خير يا رب، ويتولاهم كده برعايته وحفظه يا رب، اللهم امين. رحت كفر الشيخ، وصلت الاوردر لاصحابه، ورحت كان عندي ورق، رحت خلصت الورق بتاعي، ورجعت بقى على سيدي سالم عشان اجيب علف معايا من سيدي سالم. فكان العصر خلاص اذن، فانا كنت عامله حسابي ان انا عايزه اعمل اكل، عشان كنت عارفه ان محمد احتمال يسافر النهارده، يعني ممكن في اي وقت يسافر رايح يشتغل. ربنا يرزقه يا رب ويكفيه شر طريقه هو وولادكم واللي زيهم يا رب، اللهم امين، واسترها معاه في طريقه. فقلت بقى ايه
بصراحة كان نفسي اجيب كيلو لحمة، بس انا ما بعرفش اقطع اللحمة، ودايما الجزار بيضحك عليا مرضتش. فلقيت وراك كبيرة وحلوة، قلت اخد معايا 3 وراك كبار حلوين عشان يتعشى او يتغدى، لان انا طالعة من الساعة 11 كده، ما كنتش يعني على ما خلصت اللي ورايا وطلعت، وقلت بقى ايه اخد واروح اجهز له الغدا. ما كنتش متوقعة ان انا هتأخر في كفر الشيخ وفي سيدي سالم قوي كده، فرجعت قبل المغرب ما يكملش ساعة. فقلت بقى ايه، كنت جايبه معايا شويه بهارات وشويه حاجات، قلت اروقهم، وكنت مروقه المطبخ ومروقه الدنيا. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله، جبت سائل كده منظف للمطبخ، وقبلها بيوم غسلت الحائط بتاع المطبخ كلها، والسيراميك كله اللي في المطبخ ما شاء الله تبارك الله راح بيبرق شكل ما يكون لسه راكب النهارده الحمد لله. وغسلت الارضيه وروقت الدنيا وروقت البوتاجاز. فالمهم ما كانش عندي شغل كتير، يا دوب غير اني اعشي الطيور واعمل اكل لولادي. اما كانت رحاب موجودة في البيت، ربنا يسعدها ويسعد بناتكم يا رب، كنت بلف لفتي وارجع الاقي عاملة اكل، عاملة مروقة البيت، عاملة حاجة. لكن دلوقتي بقى الحمد لله بلف لفتي وارجع الاقي اللي انا سايباه زي ما هو، واللي انا عملته هو اللي معمول. فربنا يعيني ويقويني يا رب، ويديني الصحة ويديني القوة يا رب. ربنا يجازيكم خير يا رب، ويسترها معاكم ومع اولادكم، ويكفينا شر فواجع الامور يا رب، اللهم امين. يعني ربنا يكفينا شر المخبي. انا مش عارفة هي بتتقال ازاي، بس فعلا ربنا يكفينا شر المخبي في علم الغيب، لان بصراحة الحمد لله على كل حال. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وزي المثل ما بيقول، اللي بيشوف بلوة الناس بتهون عليه بلوته. كانت امي دايما تقول لي كده. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. علقت بقى على اللحمة وسبتها تتشوح، وحطت لها شوية البهارات والحاجات بتاعتها. كنت جايبة ورق لورا، بس الراجل الله يسامحه حاطتهولي في كيسة ضيقة قوي، مش عايزة تنزل من الكيسة. حتى وانا بجيب ما بقيتش عارفة اطلع. عايزة اقول حاجة يا جماعة بالله عليكم، يعني الناس اللي كانت دايما تكتب لي وتقول لي محمد نسخة تانية من ابوه، محمد مش نسخة تانية من ابوه ولا حاجة. محمد اتربى على ايد ست شقيانة وتعبانة ومكافحة، بيعرف هو كمان يشتغل وبيعرف يجيب القرش. بس ما تنسوش في الاول وفي الاخر ان محمد ابن لسه 20 سنة، يعني لسه صغير. وما تبهدلش وما تمرمطش. انا ما بهدلتهوش وما هنتهوش لا هو ولا اخواته. وكان بيعز عليا قوي لما واحده تكتب لي في الكومنتات وتقول لي ابنك زي ابوه بالظبط، ابنك مش هتاخدي منه مصلحه، ابنك مش عارف ايه. كنت بزعل. انا عارفه محمد طيب وقلبان وحنين، بس ده شاب في كليه، المفروض النهارده ان هو يكون ليه اب. الله يسامحه، الله يسامحه. وكلنا هنتقابل بين ايدين ربنا ان شاء الله، وكلنا كده هنتقابل مع بعض كده، وكل واحد اللي ليه هياخد واللي عليه هيسد من اللي عليه. فانا بقول الحمد لله ان ربنا مديني الصحة ومقويني، واديني بجري معاه على قد ما اقدر، وربنا رازقني ولو بالرزق على قد اليوم بيومه. لكن الحمد لله ان احنا ما بنمدش ايدينا لحد. محمد الله يبارك فيه ويشفيه يا رب ويخليهولي، لان هو عنده دور برد جامد ورايح، هو عنده دور البرد. الله يبارك فيه ويحفظه هو وولادكم. رغم ان هو في الكلية، بس هو طبعا زي اي شاب عايز يعيش في مكان نظيف، وعايز يعيش في بيئة كويسة، وعايز يبقى معاه فلوس، وعايز بيحلم احلام كل الشباب بتحلمها، وكل الابهات المحترمة بيحلموها لولادهم. بس زي ما بنقول كده، ايد على ايد بتساعد. طب لما تكون ايد لوحدها هتعمل ايه في الزمن اللي احنا فيه، وفي الدنيا الغالية، وفي كل حاجة غالية، والعيشة بقت صعبة نار. ايد لوحدها، ابن لوحده يعمل ايه؟ او ابن مع ام لوحدها يعملوا ايه؟ الحمد لله ربنا يقوينا، واحنا راضيين بقضاء ربنا والحمد لله وكل حاجة. بس ما بنقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان لينا حق عليه واستكتر الحق ده فينا. اي حد لينا حق عليه واستكتر الحق ده فينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
يلا الحمد لله. جالي كومنت قريته النهارده وثبته. اختي بتقولي يا مرحاب، انا ليا اختي سلفتها 3 مليون ووقفت جنبها ومرضتش تديني فلوسي، وحتى اهلي وقفوا معاها مرضوش يدوني الفلوس، واتخانقوا معاها يعني، وهي عملت لهم بلوك. بتقولي ايه رأيك في ده؟ بصي يا حبيبة قلبي، انا كتبتلك في الكومنت، واللي كتبته في الكومنت هقولك عليه برضو، ومستنية برضو رأيكم في الكومنتات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا له: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: ردوه عن ظلمه. المفروض أهلك يردوا أختك عن ظلمها ليكي، المفروض يقولوا لا ده حقها وحق ولادها وجري جوزها او جريها او مالها، انت ما تطمعيش على اختك. والمفروض لما يشوفوها هي جايرة عليكي او جاية على حقك يقفوا لها. انما هم للأسف بقينا في المجتمع وفي الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، الناس دايما اغلبهم مش كلهم، اغلبهم بيتحولوا عن الحق، وده طبعا حاجة ما ترضيش ربنا، لان ما حدش هيتحاسب مع حد، ولا انت هتنفعي اختك يوم الحساب، ولا امك هتنفعها، ولا حد هينفع حد يوم الحساب. كل واحد بيشيل وزره. احنا كنا لسه بنتكلم انا وامي ومرات اخويا دلوقتي، فقلت كلمة حلوة قوي اتمنى الكل يفهم. قلت كل واحد بيشيل شيلته وبيعبي فيها اللي هو عايزه وبيشيلها على ظهره، وبنروح كلنا ونقف في الطابور، وكل واحد مستني دوره يشوف هو ليه ايه وعليه ايه. يوم القيامة يوم تجتمع فيه الخصوم عند الله. فانتي فوضي امرك لله وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. افوض امري لله، فوضت امري ليك يا رب، انت الحكم العدل بيني وبينهم. وربنا يبارك لك في جوزك اللي هو وقف جنبك وقال لك انا سندك، ربنا يخليهولك. حافظي عليه وحطيه في نين عينك، لان اللي زي الراجل ده بقوا نادرين اليومين دول، بقوا شويه، بقوا قليلين. حافظي عليه وربنا هيعوضك خير، واختك دي هتيجي وهتحتاج لك، لكن انتي هتكوني احسن منها ان شاء الله، واللي خدته عند ربنا احسن منه بكتير. بس انت اصبري واحتسبي وقلتي فوضت الامر ليك يا رب. وهو دايما حاسس بالظالم وبالمظلوم، وعارف ده وعارف ده. جهزت الحمد لله الاكل وحمرت، وربنا اكرمني، وكان نفسي ابني ياكل اكبر 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 كمية. بس طبعا العيل لما بيبقى مسافر بيبقى متوتر وبيبقى إيه يعني. الحمد لله كان اللي ربنا قسمه له، ربنا يجمعني بيه على خير ان شاء الله، ويرجع واعمل له احلى اكل ان شاء الله. بعتذر لو انا عيطت في الفيديو، بس غصب عني والله، لان محمد غالي عندي قوي قوي وفراقه صعب، وبيجي وبيمشي بيسيب لي البيت فاضي وبيسيب لي الدنيا فاضية، وانا ماليش غير ربنا وهما من بعده. ربنا يحفظهم ويرعاهم يا رب. هو طبعا هي رايح يشتغل في محل او شركة كبيرة، واشتغل محاسب برضو ربنا يكرمه. فكان جايب كمبيوتر، وجايب جهاز، وجايب حاجات كتير من اللي هي بتتحط، الحاجات الغالية اللي هي بدل ما الفواتير تبقى فواتير طباعة، بتبقى طباعة يعني، الحاجات السيستم والحاجات دي. فعشان كده كان بيقول لي السواق بالله عليك خلي بالك، الكرتونة فيها حاجات ب20,000 جنيه. بس السواقين بقى ربنا يجازيهم خير، مش كلهم يعني بيبقوا كويسين. حتى مش رد عليه، قال له ما تخافش، قال لي فيها ان شاء الله يكون فيها ب40,000، وانا اعمل لك ايه محطوطة على الكرسي. فربنا يهديه ويبلغه السلامة ويطمني عليه، وما يوجعش قلبي عليه ابدا يا رب، لا هو ولا ولادكم، ولا تتوجعوا على غالي ابدا يا رب. خلصت الحمد لله، وعملت طبق سلطة بسيط واكلة بسيطة، بس الحمد لله ان انا قدرت اعمل ولو حاجة بسيطة عشان ابني، ابقى قلبي كده مطمن ان انا اكلته بايدي. ربنا ما يحرمنيش منه يا رب، ويعوضني بيه خير، ويجعله سندي بعد ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم انا ما انا محتاجة منه اي حاجة. كل اللي انا محتاجاه ان هو ربنا يقويه ويبارك في عمره، ويقدر يعمل لنفسه حاجة، وايدي بايده برضه، وهقف جنبه لحد اخر يوم في عمري. اصل الاب اللي رمى، الام كمان مش هترمي. احنا ستات فعلا، بس ستات بمليون راجل.
احنا نقدر نحافظ على اولادنا ونقدر نحميهم ونقدر نوصلهم لبر الامان بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وكله الا ولادي، ما اقدرش اتحمل المستحيل، لكن ما اتحملش اشوف ابني في حاجة وجعاه، ولا اشوف دمعة في عينه، ولا اشوفه مكسور، ولا اشوفه محتاج حاجة من حد. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، واتمنى تقولي لي رايكم في الكومنتات. وبالنسبه لاولاد الاستاذ على الله يرحمه، هحاول اتواصل معاهم النهارده، انا كنت عندهم بس هما كانوا في المقابر، وهجيب رقم تليفون ان شاء الله النهارده. والناس اللي عايزه برضو تساعدهم كتر الف خيرهم يا رب، وربنا يجازيهم خير ويجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. هحاول اجيب الرقم النهارده لو هم وافقوا، لان انا ما قلت لهمش بصراحه. وبعد كده هثبته لكم على الفيديو ده. دي الحاجات، دي الكرتونة اللي فيها الأجهزة، وابني ربنا يفديه ويجمعني بيه على خير يا رب. شوف هتحط حاجتك فين، يلا حاسب حاسب، خلي بالك عشان ما يتكسرش منك. لا مش هيقرا حاجة. طب يلا 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 عشان العربية، ربنا معاك. ما كنتش عارف تتفس الشبشب ده في الكرتونة. خد الجاكيت عليك يلا، وعين عليا انا الكرتونة دي عشان اعرف اشيلها. لا سيب الكرتونة ايه. لا انا اشيلها على راسي احسن. مكتوب علينا دايما العربية جاية، نوصل ولادنا ونوصلهم عشان يسافروا ويطلعوا على اكل عيش، ربنا يكفي شر. طيب حبيبي على حاجتك، الكرتونة بالذات خلي بالك منها، بالله عليك ما تحط عليها حاجة يا ابو محمد. الكرتونة دي فيها حاجات في 20,000 جنيه. ماشي، ما تحطش عليها حاجة بقى، خلي بالك من نفسك يا محمد. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. عم توصل بالسلامة طمني، معاك رصيد؟ طب يا حبيبي في رعاية الله يا رب. استودعتك ابني وقرة عيني يا رب، ماليش غيره يا رب، احفظهولي وحياة النبي حبيبك، احفظهولي وردهولي بالسلامة يا رب. تكفيك شر طريقك يا ابني، وتوسع رزقك وتسترها معاك منين ما تروح، ما توجعش قلبي عليها ابدا يا رب. وحياتك يا رب ما توجع قلبي على ولادي ابدا يا رب، ماليش غير هما من بعدك يا رب. احفظهولي وردهولي سالم غانم يا رب، ما توجعش قلبي عليه ابدا، ولا توجع قلب على ضناها يا رب. يا رب يا رب يا رب، انت سامع وعالم باللي جوايا يا رب. استودعتك الله يا ابني، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. هي كده قلب الام، لا تقدر تفارق ولد ولا تقدر تفارق بنت، هم سندي بعد ربنا ماليش غيرهم. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اب خلف ورمى الحمل على ولد وبنت او على ام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب اتهرب من مسؤوليته. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه عيل زي ده يشقى وهو لسه عيل؟ عنده امتحانات يوم 25، لكن هنعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. ربنا يبارك فيه ويشتغل ويفتح له ابواب الرزق يا رب، بحق لا اله الا الله. تفتح لك ابواب الرزق يا ابني وتفديك في طريقك انت واللي زيك. انا عارفه انت هتقولوا يا ام رحاب ابنك شاب وما تخافيش عليه، انا عارفه ان هو شاب وما يتخافش عليه، لكن قلب الام يا جماعه، قلب ام هو سندي بعد ربنا، هو ونيسي، هو اللي بيبقى مالي عليا البيت. ربنا يبارك لي فيه ويردهولي مجبور الخاطر، هو كل شاب الأم يا رب يا رب، هو كل اللي زيه تفاديهم وتردهم لولادهم ولأهاليهم بالسلامة يا رب.
وتشفي كل مريض وترحم ابويا وترحم كل متوفي يا رب. امبارح وانا راكبه في التوك توك، التوك توك من عندنا من هنا من البلد، بمناسبة يعني اللي احنا فيه دلوقتي، ففتح حوار معايا بيقول لي يعني ظروفه المادية ما تسمحش، والدنيا صعبة والعيشة غالية، وابويا ما سابليش، والاهالينا ما عملولناش، وطلعت لقيت اخواتي بنات واتجوزت ال3 بنات، وبدأت اجوز ولادي، ومراتي تعبت واخدت عملية ب100 وكم ألف، أيام ما كان ال100 وكم ألف لهم سعر. قلت له ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويعينك ويقويك. بس أنا الحمد لله أبويا الله يرحمه سابلي، الله يرحمه ووسع عليه قبره. قال لي لا أبويا ما سابليش. قلت له أبوك ما سابلكش عشان كان على قد حاله وظروفه على قدها وما كانش معاه، وانت ربنا يقويك. لكن انا ابويا سابلي الله يرحمه ووسع عليه قبره. لو ما كانش سابلي المكان وسابلي الارض اللي انا بعتها وبنيت بيها بيت، كنت هقعد فين انا وولادي؟ كنت هقعد في الشارع. عشان كده انا بتعب وبشقى عشان ما يجيش في يوم من الايام، لان انا عارفة ابني مش هيورث حاجة من ابوه، عشان ابوه ضيع ما سابش. ابوه ما سابش حاجة ابني يورث، الله يسامحه. عشان كده انا بحاول حتى اوفر لهم حياة كريمة على قد ما اقدر، حتى لو هاجي على صحتي وهاجي على سعادتي وراحة بالي، عشان هم سعادتي وهم راحة بالي، عشان ما يجيش في يوم من الايام يقول اهالينا ما سابوناش. انا عارفة ان هو صعب، بس صعب عليا برضه، صعب على ام تشوف ابنها طالع الساعة 3. دلوقتي الساعة 3:15 يا جماعة. صحي انا دلوقتي من الساعة 2:30 علشان عارفة ان ابني هيمشي، الراجل قايل له السواق العربية قايل له الساعة 3 الاقيك بره على الطريق. طلعته وسافر بالسلامة، ريح سينا، ربنا يكفيه شر طريقه وشر غربته هو وولادكم واللي زيهم يا رب. فالحمد لله. لا وايه، رجع دلوقتي يقول لي نرجع تاني، نرجع تاني عشان انا هسافر وهعمل لولادي. هتعمل لولادك بعد ايه؟ هتعمل لولادك بعد ايه؟ امتى؟ بعد العمر ما راح؟ اللي ما عملش من بدري ومن اول الزمان هيجي يعمل لهم النهاردة بعد ما عدى كام و60 سنة؟ اعمل لنفسك واعمل لآخرتك، ملكش دعوة بينا. احنا لنا رب يتولانا وهو أحن علينا من اي حد، هو اللي هيعمل لنا وهو اللي هيختار لنا يا رب. احنا ملناش غيرك يا رب، انت أحن علينا من اي حد، انت أحن علينا من اي حد. يا رب تحفظه وتبارك في عمره وشبابه هو اللي زيه يا رب. يا رب ما توجعش قلبي عليهم ابدا، ولا ولد ولا بنت، ولا تسمعني فيهم خبر يوجعني ابدا يا رب. تجعل عمرهم طويل ورزقهم كتير يا رب. تفتح لك ابواب الرزق منين ما تروح يا محمد يا ابني. تيسر لك حالك وتحبب فيك خلقه والحصى في ارضه وجميع من تولى عليه يا محمد يا ابني. يكفيك شر طريقك يا رب. تبلغوا السلامة وتبلغوا المنى وتنولوا كل اللي في باله يا رب، هو واللي زيه ولادكم واللي زيهم يا رب. يا رب يا رب تيسر لهم الصعب يا رب. يكفيك شر طريقك يا ابني وتكبر خاطرك وتسترها معاك وترضى عليك وتجعل قلبي ورب راضيين عليك ليوم الدين يا رب، انت واخواتك يا رب. يا رب يا رب يا رب بحق ما انت عالم بيا وعالم باللي جوايا يا رب. يا رب فوضت لك امري يا رب. اسفه يا جماعه لو كان الفيديو بتاعي حزين شويه، بس غصب عني والله، انتوا بتشاركوني ألمي وفرحي. اتمنى تضغطوا لي لايك للفيديو، اتمنى تضغطوا لي لايك للفيديو ودعوه حلوه كده من القلب. ربنا يكبر خاطركم يا رب. ادعوا لي وادعوا لاولادي، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم في رعايه الله.